عندك تلدا او فودافون كاش ونفس العملاء بتوعك يشتروا من خلالهم او يحولوا لك الفلوس عليهم لما يجوا يشتروا من الشوبيفاي ستور بتاعك. تعالى في الفيديو ده هقول لك ازاي نعملها. يلا افتح اللابتوب بتاعك معايا ويلا هقول لك ازاي تعملها خطوه بخطوه. يا جماعه الموضوع سهل جدا، مش هياخد في ايدك بالظبط هما دقيقتين. انا عملت شوبيفاي ستور جديد هنا عشان اوريك ازاي بتعملها. هتخش على سيتنج، بعدين هتخش على بيمنتس، بعدين هتدوس كريت كاستم بيمنت ميثود. زي ما انتم شايفين انا اصلا كنت في الفيديو اللي فات للي شافه وانا اصلا كنت عامل انستا باي. وعلى فكره انستا باي نفس خطوات فودافون كاش وتلدا برضه. هنعمل مانوال بيمنت ميثود هنسميها فودافون كاش، وبعدين هنا هتكتب باي وذ فودافون كاش. طبعا يا جماعه عشان اللي بيسال، انت عادي في اي حته من دول تكتب عربي او انجلش، دي على حسب الستور بتاعك بالايه. لو الستور بتاعك بالانجلش اكيد هتكتبها بالانجلش والعكس. تمام، ويلا بينا على بيمنت انستراكشن. طبعا هتكتب له ستيبس. هتقول له مثلا اول حاجه send whole order amount to الرقم الفلاني كذا 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 كذا. send سكرين شوت تو سيم نمبر. كده انت بكل بساطه قلت له انه هيبعت لك حق الاوردر كله على الرقم الفلاني، وبعد كده هيبعت لك سكرين شوت للتحويل على الرقم ده على الواتساب. وبس كده، ما اظنش ان في ابسط من كده. كده لو انت حابب ان العميل بتاعك يحول لك تلدا فودافون كاش انستا باي او اي طريقه، انت كده اتعلمت ازاي تعمل مانوال بيمنت ميثود على شوبيفاي في بالظبط اقل من دقيقتين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب واكتب لي كومنتس لو عايز تتعلم حاجه تانية.